عمرك حسيت إنك عايش طبيعي لكن روحك فيها مرض مخفي محدش شايفه؟ تضحك قدام الناس وكله باين طبيعي، لكن بداخلك في صمت قاتل. كل يوم بتدي من طاقتك، من قلبك ومن وقتك، وفي الآخر بتكتشف إنك مش بس خسران، ده أنت مريض من غير ما تعرف. ده معناه إنك كنت أو لسه في أخطر تجربة نفسية ممكن تدمر أي إنسان: علاقة مع نرجسي. النرجسي ما بيجرحش بكلمة وبس، النرجسي بيعيد برمجة دماغك، بيزرع أمراض نفسية تعيش معاك لسنين. العلاقات مع النرجسي بتبدأ غالبا بشكل ساحر مليان اهتمام ووعود، لكن مع الوقت تكتشف إن كل حاجة كانت فخ مصمم بإتقان عشان يسيطر عليك. تلاعب نرجسي ده بيخلي الضحية مش بس تعاني من قلق أو اكتئاب، لأ، أحيانا الضحية نفسها تبدأ تتغير وتتبنى نفس السلوكيات السامة من غير ما تحس. وده اللي هنعرفه النهارده، ازاي العلاقه مع النرجسي ممكن تسيب اثر عميق لدرجه انها تغير طبيعه شخصيتك، وكمان هتعرضك للامراض النفسيه، وازاي الضحيه احيانا بتقع في فخ انها تتحول للنرجسيه من شده الصدمات والتلاعب. اهلا بيكم. اول مرض: جنون الارتياب، البارانويا. تخيل انك صاحي من النوم تفاجأ اول حاجه يعملها النرجسي يبص في موبايلك، تتأخر في الرد على رسالة على طول يتهمك إنك بتخونه، تضحك على أي حاجة يقرر إنك بتسخر منه، تتكلم مع أي حد خلاص أنت بتتآمر عليه. اللي بيعمله هنا مش مجرد غيرة أو حساسية، دي حاجة أكبر بكتير. النرجسي بيزرع بداخلك شك مستمر يخليك تحس إنك متراقب 24 ساعة، ومع تكرار ده أنت مش بس بتشك في نفسك، ده أنت كمان بتشك في الناس اللي حواليك. ده اسمه جنون الارتياب، بارانويا. والمشكلة إن اللي جرب اللعبة دي عمره ما بيرجع يثق بسهولة. النرجسي بيخلي عقلك زي جهاز إنذار مش بيقف، بيرن حتى في المواقف العادية. النرجسي مش بس بيسيطر على تصرفاتك، هو بيدمر ثقتك في نفسك وفي كل البشر. وده ياخدنا لتاني مرض: الوسواس القهري، المثالية القاتلة. انت فاكر انك بتحمي نفسك لما كل حاجة تبقى كاملة، لكن الحقيقة انك عايش سجين لقانون مش انت اللي كتبته. كبرت على فكرة الغلط ممنوع، لازم تكون أحسن من الطبيعي، والنتيجة أي غلطة صغيرة بتقلب حياتك جحيم. وتقعد تعيد ترتيب الحاجة 10 مرات، وما تنامش إلا لما تكون كل تفصيلة في مكانها، وتنهار لمجرد إن حاجة بسيطة خرجت عن سيطرتك. الوسواس هنا مش مجرد عادة، ده جدار دفاع اتبنى من الطفولة، بس الجدار ده بيحبسك بداخله بدل ما بيحميك. وصولا لثالث مرض: اضطراب ما بعد الصدمة المعقدة. العلاقة مع شريك نرجسي بتدمرك خلالها، لكن أحيانا بتسيب آثار تستمر لسنين. كل خناقة، كل محاولة لإرضائه انتهت بالخذلان، بتسيب علامة بداخل دماغك وجسمك. ومع تكرار التجارب دي ممكن يبدأ يتكون عندك اضطراب اسمه اضطراب ما بعد الصدمة المعقدة. أعراضه مش مجرد ذكريات سيئة، هي بتظهر في صورة كوابيس متكررة ترجعك لنفس اللحظة، إحساس إنك دايما في حالة طوارئ حتى في المواقف العادية، خوف مبالغ فيه من ردود أفعال الناس حواليك، صعوبة رهيبة إنك تحس بالأمان حتى بعد ما تبعد عن الشخص المؤذي. الموضوع هنا مش ضعف، بالعكس، ده استجابة طبيعية من جسمك وعقلك للضغط المستمر اللي عشت فيه. الدماغ بيتبرمج على إنه طول الوقت في خطر حتى لو الخطر الحقيقي مش موجود دلوقتي. وده السبب ان العلاقات بعد النرجسي بتبقى صعبة جدا. كلمة عادية او تصرف بسيط ممكن يفكرك بإهانة قديمة، تلاقي نفسك بتتهرب او بتنفجر او بتتجمد في مكانك من غير ما تفهم ليه. لكن الحقيقة ان الوعي هو بداية العلاج. اول ما تدرك ان اللي بتحس بيه مش مشكلة فيك لكن اثر طبيعي لصدمات متكررة، تبدأ تستعيد السيطرة تدريجيا. رحلة التعافي هنا بتحتاج صبر وبرمجة الجهاز العصبي على أنه يعرف يفرق بين الخطر الحقيقي والخوف اللي سببه علاقتك بالنرجسي. ورابع مرض: اضطراب القلق العام، الخوف المستمر. تخيل أنك عايش في حالة إنذار طول الوقت حتى لو مفيش خطر حقيقي. تتكلم وبعدها تفضل تعيد في دماغك: هو اللي قلته هيتفهم غلط، هو ممكن يزعل. اللي بيحصل هنا اسمه اضطراب القلق العام. عقلك بيفضل شغال 24 ساعة كأنه بيحاول يتوقع أسوأ سيناريو، وده يخلي حياتك اليومية مليانة أعراض زي ضربات قلب سريعة، صداع أو شد عضلي، صعوبة في النوم، إرهاق ذهني يخليك تحس
إنك منهك حتى من غير مجهود. الشيء اللي المفروض تفهمه، القلق مش دليل إنك ضعيف، ده استجابة طبيعية عاشها جسمك بسبب الضغط المستمر، لكن القلق قابل للعلاج. اللي عايش في دوامة القلق بيحس إن اليوم عمره ما بيخلص، الأفكار بتلف زي شريط ما بينتهيش، كل لحظة بسيطة بتتحول لمعركة داخلية حتى لو الناس من بره شايفين إن كل حاجة عادية. القلق مش مجرد خوف، ده إحساس مستمر بالترقب للخطر حتى لو مفيش دليل. ويبدأ جسدك يعبر عن الألم بمرض خامس وهو اضطراب الطعام. تخيل كلمة واحدة عن شكلك تتحول من مجرد تعليق عابر لكابوس يلحقك كل يوم قدام المراية، والكلمة دي لوحدها كفيلة تغير علاقتك بجسمك وبالأكل للأبد. علم النفس بيؤكد إن الكلمة الجارحة مش بتنتهي بعد ما تتقال، هي بتترسب وتبدأ تبني رابط مشوه داخل دماغك إن قيمتك مرتبطة بجسمك، فتدخل في مرحلة من الثلاثة: الحرمان من الأكل كوسيلة لإثبات إنك مسيطر، الإفراط في الأكل ثم جلد الذات، أو الأكل القهري كوسيلة لإسكات الألم الداخلي. وهنا الأكل بيبعد عن كونه طاقة أو متعة ويبقى لغة للعقاب، لغة للحب المشروط، لغة للسيطرة. النرجسي بيزرع جملة واحدة وانت بتكمل البناء: تحرم نفسك كأنك بتقول أنا مستحقش، تفرط في الأكل كأنك بتعاقب جسمك لأنه خيب ظنك، وتبدأ تخلط بين الحب والجوع وبين القبول والحرمان. اضطرابات الطعام نتيجة ملموسة لكونك ضحية نرجسي. وهنا نكتشف القسوة الحقيقية، إن النرجسي مش محتاج يخطط علشان يدمرها، هو بس ممكن يسيب كلمة، والكلمة دي تتحول في دماغك لجرس إنذار يرن كل مرة بتاكل، كل مرة بتبص في المراية، كل مرة بتحاول تحب نفسك. وسادس مرض هو اكتئاب ما بعد النرجسي. الاكتئاب ساعات بيكون الوجه الخفي لصدمة النرجسية. الاكتئاب مش مجرد حزن عابر أو فقدان شغف، لكنه النتيجة المباشرة لتجربة نفسية عنيفة. الدراسات بتؤكد أن ضحايا العلاقات النرجسية بيطوروا أنماط اكتئابية معقدة بسبب تكرار التلاعب، إلغاء الهوية، والهجوم المستمر على تقدير الذات. المفارقة أن الضحية مش بتدخل الاكتئاب عشان ضعيفة، بالعكس، الاكتئاب بيبقى استجابة نفسية لصدمة متكررة من شخص بيغذي نفسه على استنزافها. العقل بيفقد قدرته الطبيعية على تنظيم المشاعر، هرمون التوتر بيزيد لفترات طويلة، وده بيأثر مباشرة على مراكز المزاج في المخ. ومع كل هجوم نرجسي الضحية بتفقد شوية من قدرتها على الإحساس بالأمان أو الثقة في نفسها. النرجسية مش بس علاقة سامة، هي محفز عصبي نفسي للاكتئاب. الضحية بتعيش حالة تعلم العجز، بتجرب تقاوم، تنهزم، ومع الوقت بيترسخ في اللاوعي إن مفيش فايدة من المحاولة، والنتيجة هي اكتئاب ما بعد النرجسي. سابع مرض بيحصل للضحية هي نوبات الهلع. تخيل إنك ماشي في الشارع وفجأة فرامل عربيتك بتفلت، إحساس إنك خارج السيطرة، قلبك بيدق بسرعة، ودماغك بتقولك إنك هتموت دلوقتي. ده بالظبط اللي بيعيشه الضحية مع النرجسي، نوبات هلع متكررة. النرجسي مش بس بيسرق طاقتك العاطفية، هو بيعيد برمجة جهازك العصبي، كل مرة بيضغطك فيها بجدال بلا منطق أو يرميك في متاهة من التشكيك في نفسك وجسمك، بيتعامل مع الموقف كأنه تهديد. النتيجة إن مع الوقت جسمك يبدأ يربط وجود النرجسي بإنذار خطر دائم، يعني من غير أي تهديد مباشر، مجرد صوته أو حضوره كفيل يفجر نوبة هلع كامل. العلم هنا بيقول إن الضحية مش بتبالغ، لكنها اتعلمت إن العلاقة دي كلها خطر. يعني ببساطة النرجسي بيحول حياتك لساحة طوارئ، وجسمك هو اللي بيعلن الاستسلام عن طريق نوبات الهلع. في نقطة لازم ناخد بالنا منها، إن الشخص اللي عاش مع نرجسي سنين طويلة أحيانا بيتحول لنرجسي، يعني يبدأ يقلد الأذى من غير ما ياخد باله كوسيلة يحمي بها نفسه. الضحية بعد شهور أو سنين بتتصرف بنفس الأساليب اللي كانت بتتهرب منها. ممكن تبدأ تستخدم التلاعب البسيط، ممكن ترد على القسوة بقسوة، أو حتى تلاقيها بتنفصل عن مشاعرها زي ما النرجسي بيعمل عشان تحافظ على نفسها من الانهيار. يعني الضحية بتتبنى سمات النرجسي عشان تقدر تكمل وتعيش في الجو السام اللي محبوسة فيه، وده بيسيب صراع داخلي قاتل، لأنها بداخلها عارفة إنها مش كده، بس بتتصرف عكس ده. والأخطر
إن الضحية لما تخرج من العلاقة ممكن تلاقي نفسها فقدت ذاتها الأصلية، تبدأ تشك هل بقيت نرجسية، ويتكرر سؤال هل أنا اتغيرت وبقيت زي النرجسي؟ وده بيدخلها في حلقة اكتئاب وشعور بالذنب وأحيانا نفور من نفسها. يعني العلاقة مع النرجسي مش بتدمر الضحية بس، ممكن كمان تغير في تركيبها النفسي وبتطبع في تصرفاتها جزء من الأذى اللي كانت بتحاربه. وهو ده أعمق تأثير، إنك تلاقي نفسك بقيت نسخة مشوهة من الشخص اللي كنت بتحاول تهرب منه. العلاقة مع النرجسي مش بتسيب جرح عادي، دي بتسيب أمراض نفسية ممكن تفضل عايش معاها العمر كله. لكن الحقيقة إن وعيك هو أول خطوة للشفاء. شاركونا التعليقات.